السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، او ممكن تقول كده حاجة بقت شاغلة عقول كتير مننا سواء كنا كبار او صغيرين. هنتكلم النهارده عن التيك توك واللي بيحصل في التيك توك، البرنامج اللي شغال في كل بيت سواء بطريقة ايجابية او سلبية. التيك توك بقت منصة بيدخلها ملايين كل يوم وبتبقى متاحة لاي حد وفي اي وقت، لكن بقى بيحصل عليها تجاوزات ومحتوى مش محترم وقلة ادب، بقى يخلي الواحد يقف كده شوية يفكر احنا رايحين على فين. كملوا معايا لاخر الفيديو عشان نعرف مع بعض التيك توك ومحتوياته من جوه والحاجات اللي بتحصل فيه بقت غريبة. اول حاجه خلينا نتكلم الاول عن اصل الحكايه. تيك توك اول ما طلع كان مجرد منصه الناس بتعمل عليها فيديوهات قصيره زي التحديات او الرقص او المقاطع اللي بتضحك. يعني كان الموضوع في بدايته بسيط، ما فيهوش اي حاجه تضر، لكن مع الوقت الدنيا بقت ماشيه في اتجاه تاني خالص. بقى عندنا نوع جديد من المحتوى يعتبر غير محترم، بيسبب ضرر عقول الناس وخصوصا الاطفال والمراهقين. تعالوا نتكلم بقى عن اللايفات اللي بقت موضه الايام دي. اللايفات في الاول كان مجرد مكان الناس تتواصل فيه وتكلم بعضها او حتى تشارك خبراتها، لكن فجأة اللايف ده بقى مكان للشتيمة والغلط، والناس تطلع تقل ادبها وتطلب فلوس في اللايفات. شوف الناس بتتذل وبتطلب فلوس من الداعمين، بيقولوا لهم ادعموني بالهدايا والفلوس والا مش هعمل كذا وكذا. فين الكرامة؟ فين الاحترام؟ اللي بيحصل ده مش مقبول باي شكل. كمان في نوع تاني من اللايفات بيبقى فيه افعال مشينة، زي في ناس بتعمل حاجات عبيطة وغريبة عشان بس تلم دعم، تلاقي حد بيعمل حركات سخيفة او مجنونة عشان بس يلفت الانتباه، واحيانا يوصل الموضوع لاهانة النفس او الغير بس عشان الفلوس. الحاجة اللي تحير هنا ليه الناس بتدعم المحتوى ده؟ ليه الفلوس بتدخل في الحاجات دي وهي ملهاش اي قيمه؟ ده غير ان التيك توك بقى فيه ما يشبه السحر، حاجات غريبه بتحصل هناك. بقت الناس بتعمل تحديات خطيره زي التحديات اللعب بالنار او التحديات اللي بتسبب الاذى النفسي او الجسدي. الاطفال بتتفرج على الحاجات دي وتقلدها من غير ما تفكر، وده بيعرضهم لمخاطر حقيقيه. وبعدين في حاجه تانية، في ناس كتيره مش واخده بالها منها، في ناس بتستخدم التيك توك لنشر حاجات مش محترمه او بتحرض على الكراهيه، او ممكن تلاقي محتوى بيشجع على العنف او التمييز او حتى اساءه للاخرين، وده كله بيساهم في تشكيل صوره سلبيه عن المجتمع وعن ايه المقبول والمرفوض. التيك توك بقى مجال لناس تستغل البنات الصغيره اللي عايزين شهره، فبتلاقي بنات لسه صغيره في سن المدرسه بيعملوا فيديوهات بطريقه معينه عشان يلموا لايكات ومشاهدات، ومن غير ما يفكروا ان الفيديوهات دي ممكن تاذيهم نفسيا او يسبب لهم مشاكل في المستقبل. كمان ما ننساش التحديات الجنسيه، الحاجات دي بقت بتنتشر بسرعه كبيره على التيك توك. يعني تلاقي تحديات بتخلي ناس تعمل حاجات لا اخلاقيه او تستعرض حاجات خاصه، وكل ده تحت مسمى الترند. وللاسف في شباب صغيرين بيمشوا ورا الكلام ده من غير ما يدركوا ان الحاجات دي ممكن تضر سمعتهم او حتى حياتهم. المصيبه هنا ان الاهل مش واخدين بالهم احيانا ان اولادهم بيتفرجوا على ايه، واللي في سن المراهقه بيروحوا يعملوا اي حاجه عشان يلموا مشاهدات ويلاقوا تشجيع، وممكن يوصلوا انهم يؤذوا نفسهم او غيرهم. نتكلم برضو عن موضوع الاستغلال المالي اللي بقى ترند على تيك توك، وفي ناس عامله حسابات بس عشان تاخد فلوس من الناس. بتلاقي حد يقول لك ادعمني بالفلوس وانا هعمل كذا وكذا، والشباب الصغير اللي معاه فلوس كده يصدق ويقعد يدفع، وده برضو بيخلي الامور تخرج عن نطاق المعقول. بدل ما نركز على التعليم او المهارات بقينا بنشجع الشحات الالكترونيه والاستغلال. وفي نقطه تانية مهمه وهي التاثير النفسي للمحتوى ده على اللي بيتفرجوا. الناس بقت تقارن نفسها دايما باللي بيشوفوه على التيك توك، ويحسوا ان حياتهم مش حلوه زي حياه الناس دي، لكن للاسف مش مدركين اللي بيشوفوه ده جزء صغير من حياه الناس. في الاخر اللي احنا عاوزين نقوله ان التيك توك ده اداه ترفيهيه مفيده، لكن لازم نكون واعيين ومراقبين كويس ازاي نستخدمه. لازم يكون عندنا وعي بان كل واحد فينا ليه مسؤوليه تجاه نفسه وتجاه الناس واللي حواليه، وان اللي بنشجعه وبندعمه ممكن يكون ليه تاثير كبير على اللي حواليه. ما ينفعش ان احنا نبقى بس بنقلد وخلاص، لازم نفكر كويس قبل ما نعمل اعجاب او شير للفيديو بتاعه. عايزكم تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم عن التيك توك، هل شايفين ان في حلول لمشكله المحتوى السيء ده؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.